الناس كلها فاكره ان ريال مدريد اقوى واصيع فريق في سوق الانتقالات، بانه بيروح مثلا البرازيل يجيب لعيبه بسعر رخيص يلعبوا في الفريق سنتين ولا ثلاثه، بعد كده يبيعهم برقم خرافي، او مثلا مؤخرا انه يجيب لعيب فري زي مبابي، زي ما ناوي يعمل كده في كوناتي. بس عزيزي احب اقول لك انك اتسرعت، عشان معنى انبهارك الشاسع بريال مدريد ملوش مبرر غير انك ما تعرفش مدرسة فرانكفورت الالماني في بيع اللعيبة. فرانكفورت الالماني قدر من المهاجمين بس عنده في الفريق يكسب فيهم 350 مليون. خدتلي بالك انا قلت ايه؟ من المهاجمين بس. فرانكفورت هو النادي اللي اشترى عمر مرموش ببلاش وباعه للسيتي ب 75 مليون. فرانكفورت جاب لعيب فرنسي محدش يعرفه غير ابوه وامه، ما دفعش فيه جنيه، وباعوا لباريس سان جيرمان ب 95 مليون. فرانكفورت يوم لما دفع في هالر 12 مليون باعوا لويست هام ب 50 مليون، يعني اضعاف مضاعفه. فرانكفورت لو ما تعرفش اشترت ويليام باتشو وباعته لباريس سان جيرمان ب 40 مليون، وهكذا بقى فيوفيتش اللي راح ريال مدريد ب 63 مليون، اندري سيلفا لايبزيج ب 23 مليون، والسرقه الاعظم في التاريخ هوجو اوكيتيكي ليفربول ب 95 مليون. مع العلم يعني هوجو اوكيتيكي ده راح اصلا فرانكفورت ب 16 مليون. فبعد كده لو عايز تتعلم البيزنس بجد ارفع السماعه وكلم فرانكفورت الالماني.